النهاردة موسم وحبايبك وولادك متجمعين، ومفيش غير فرختين بيض صغيرين، ولا هنحشيهم بقى ولا هنشويهم. هنعمل أكلة جبارة بتشتريها بأغلى الأسعار. وشايفين الفرختين الصغيرين دول هتكفي الكل بيهم. تعالي بس الأول كده ابدأي بسم الله وصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنمسك كمان الفرختين دول هنقطعهم قطع صغيرة أوي. عاوزة أقول لكم وصفة النهاردة، القطعة الواحدة كده هو قطعتين عشان ما اكذبش، بيتباعوا غاليين جدا. يعني تلاقي القطعتين كده بيتباعوا مع حاجات صغننة كده هقول لكم عليها وهنعملها، بتتباع مثلا كده ب 170. قطعتين دول بيعبروا عن ربع فرخة، يعني لا اما مثلا دبوس وبقيه الورك، لا اما صدر وبس، بيبقى مقطعينه زي انا ما هعمل كده دلوقتي. شايفين القطع الصغيره اللي احنا بنقطعها دي هتنفش كده وتبقى كبيره، وهترفعي راسك كده ومش هتتكسفي. علشان حبايبي اللي بعتلي بقالهم كام يوم عاوزين بقى بكره موسم ولا بعده موسم، بقالهم كام يوم كده اعمل لنا اكله حلوه كده تكفي. تمام؟ طيب، قطعنا بقى كده الفراخ زي ما انتوا شفتوا، الفرختين الصغيرين دول الواحدة كيلو. معانا بقى ايه؟ بهارات البروستد، هنحط عليها توم باودر وحبة جنزبيل علشان نعزز الطعم. التوم البودر ضروري جدا في الوصفة دي. حابة بقى تبقى سبايسي زودي شطة، ونحط كمان حبة ملح. بهارات البروستد دي اللي انا كنت عاملاها معاكم في رمضان موجودة عندي على الصفحة، لو انت مش عاملاها تشتريها من عند العطار، قولي له عاوزه بهارات البروستد او بهارات كنتاكي. بس اللي احنا عملناها مش قادره اقول لكم والله يا جماعه، لما بعمل لهم الوصفه دي اقسم بالله بيقولوا لي احلى من اللي بنشتريها من كنتاكي ومن الفراخ مطاعم البروستد كده. طيب، شلناها بقى الفراخ كده وسبناها قد ساعتين. تعالوا بقى معانا خلطه كده هنعمل ايه، ميه وبنحط عليها دقيق تدريجيا لحد لما اوريلكم القوام ده. تمام؟ ودي بقى اللي بتغنينا عن ايه بقى؟ فاكرين زمان لما كنا بنعمل الفراخ البروستد او فراخ كنتاكي كنا بنحطها في الدقيق وبعد كده نحطها في ميه وبعد كده نرجع نحطها في الدقيق تاني، فكانت شغلانه. لا، اعملي بقى الخلطه دي. بصوا بقى القوام عامل ازاي. انا عاوزه اما احطه كده على صباعي، بصوا اهو، اخف من الكيك يا جماعه، ومش خفيف قوي ميه زي ما وريته لكم كده. ما بتعملوا على صباعك كده بتلاقيه طبع بس مش تقيل. حطينا كمان عليه حبة ملح وحبة برضو من بهارات البروستد عشان الفراخ يبقى ليها طعم كأنك جايباها والله أحلى من بره، واديني بحلف بالله. عملتها على فكرة الفراخ دي كنت مجمعة حبايبي كده وعملنا وليمة بفرختين، بس ما اكذبش عليكم كانوا كبار شوية. تمام؟ الفرختين الصغيرين دول برضو هتعملي وليمة وهتشوفي دلوقتي. طيب، بعد كده بنجيب الفراخ بنحطها في الخلطة دي. تقدري تعملي نفس الاكله دي بالايه، بالزنجر او اللي هي الصدور اللي احنا بنقطعها كده زي الايه اللي هي الفراخ الزنجر الحراقه اللي احنا بنشتريها دي من بره، تقطعيها برضو قطع كده وبتعملي نفس الطريقه ونفس التتبيله على فكره، اللي هي الزنجر او الاستريبس. تمام؟ بعد ما بنحطها في الخلطه بنحطها في الدقيق. الدقيق عندنا غزير وما تقلقيش، اللي بيتبقى بتفضيه في الكيس وبتشتغلي بيه تاني. معانا برضو زيت غزير، النار عاليه بس مش قوي، يعني وسط بس اعلى من الوسط شويه. بصوا انا مقطعه الفراخ قطع صغيره، فالنهارده لا هغطيها ولا اي حاجه، وحطها اهو في صينيه هي غويطه شويه. ما تحطهاليش في صينيه في طاسه مسطحه كده، لا، لا اما حله زي ما كنت بعمل او صينيه غويطه كده. انا طبعا علشان دول فرختين ومقطعينهم قطع صغيره فعاوزين يعني نعمل كميه كبيره، فحطيتهم في صينيه بس غويطه. وزي ما انتم شايفين كده الفراخ مقطعه قطع صغيره، وكمان نسيت اقول لكم فتحتها بالسكينه، ضروري انك تفتحيها بالسكينه. وبعد كده بتسيبيها تستوي في حدود مثلا 5 دقايق كده، وبتكوني قلبتيها الناحيه التانيه برضو. لو الفراخ عندك كبيرة حطيها بقى، اقليها في حلة وغطيها، ما تقلقيش، الحلة مش هيجرى لها اي حاجة طول ما الزيت غزير. ان شاء الله تعملي ايه ما بيتحرقش. انا كنت بعملها اصلا في حلل استانلس، انا شغلي كله اصلا في الحلل الاستانلس يا جماعة، وكنت بصي والله ولا بيجرى لها اي حاجة. ودي صينية تيفال عادي او ألمونيوم، المهم تكون غويطة برضو والزيت يكون غزير. طب يا سهير، الزيت ده يا سهير هنرميه ابدا؟ الزيت ده ممكن نقلي بيه مره واتنين تاني، بصفيه، هو ما بيتحرقش على فكره لان مش محطوط له مثلا بقسماط ولا حاجه.
وبتحطيه في التلاجة في برطمان كده او ازازة، وبتيجي تستخدميه تاني عادي يعني مرة واتنين وخلاص. تمام. ودينا بصوا بقى بنطلع. عاوزة اقول لكم والله نتشوا منها، يعني هو كده اتاخد كمان منها، خدوا قطعة كبيرة كده. ما استنوش اقول لهم يا جماعه بصور يقولوا يا ماما مش قادرين. ولادي بيحبوا الفراخ كنتاكي او اللي هي البروستد بطريقه غبيه، كل يومين والتاني عاوزين. شايفين الكميه قد ايه؟ والخلطه كمان اللي احنا حطينا فيها الفراخ دي لو متبقيه عندك بتحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر وترجعي تستخدميها تاني عادي، ما تقلقيش يعني. شايفين ما شاء الله. انا هنا كنت حطاها بقى على ورق كده عشان يمتص بقيه الدهون والزيت. مش قادره اقول لكم مقرمشه والطعم خطير. اهم حاجه يا جماعه الثوم البودر في خلطه البروستد. ولو عاوزين بهارات البروستد انا عاملاها، اكتبي بس في البحث كده بهارات البروستد سوهير جاد او فراخ كنتاكي هتظهر لكم. وكمان عملنا بطاطس وعملنا سلطه الكولسلو اللي العلبه قد كده، بصوا بتتباع ب20 جنيه معلقه. تقدري تعملي رز. هم كانوا طالبين النهارده بطاطس محمره. تعالوا بقى نفتحها كده. شايفين من جوه عامله ازاي؟ شايفين مستويه؟ اقول لكم حاجه، اللي بنجيبها اوقات كتير بنلاقي فيها دم وبتبقى محمره كده. شايفين الجمال؟ طب يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك بقى وطبعا لسه اول مره بتشوفيني، اعملي متابعه عشان يظهر لك كل فيديوهاتي. متنسيش تحطي لي لايك فضلا ليس امر. اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، موسم عاشوراء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.